هلو يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا في اتم صحه وافضل حال يا رب، اللهم امين. طبعا الفيديو ده فلوج جديد وانا في اسكندريه، هم يومين كده. طبعا السنه اللي فاتت غير السنه دي خالص. السنه اللي فاتت بابا الله يرحمه كان معانا، ف يا ريت نترحم عليه، الله يرحمه يا رب ويغفر له. السنه اللي فاتت او السنين اللي فاتت كانت طبعا النخيل متدمره. يعني النخيل زمان كانت من انضف حاجه في اسكندريه، كانت نظيفه قوي لما كان الجيش واخدها، وطبعا اتدمرت. فاحنا اصلا الشقه واخدينها من 2005. المفروض ان هم السنه دي جددوا وطوروا فيها علشان ما يبقاش شاطئ الموت. هم عملوا السور اللبني اللي انا صورته دوت، عاملين عليه بوابات. كل بوابه بيبقى ليها سعر معين، مش فاكره بقى 50 و30 حاجات كده يعني. المولات ليهم سعر والمستاجرين ليهم سعر، بس طبعا لو حد مالك وعايز ينزل لازم يبقى معاه اثبات ان هو صاحب الشقه، سواء كان عقد نور حاجه يعني من الحاجات ديت، او العقد بتاع الشقه، علشان يبقى التيكت نص الثمن. طبعا في الطبيعي انا ما بنزلش من النخيل خالص، يعني بروح بقعد في البيت، بس لو هنزل اشتري طلبات او كده واقوم راجعه على طول. فكنت قاعده لحد ما محمد جالي، وهوريكم بقى قدام عملنا ايه بقى. انا عارفه ان لما محمد يجي هو اللي هيخرجني، فانا بستكفي بالقعده بتاعه البلكونه. الجو كان حلو جدا جدا جدا، احنا ما كناش مشغلين حتى المروحه، وهوريكم قدام في الفيديو. الجو كان رائع. هنا بقى كانت دي طبعا برضو القعده نفضل نتخانق مين اللي يقعد جنب السور. ماما حبيبتي كانت عامله او بتعمل فطير، لاني قلت لها نفسي اكل فطير بعسل اسود، قالت لي بكره هعمله لك. فمع انها كانت تعبانه جدا ورحت بيها المستشفى، بس ربنا يديها الصحه يا رب. ماما ما بتحبش الاكل من بره، وبتحب تقف في المطبخ وتعمل لنا بايديها، فربنا يديها الصحه يا رب ويخليها لنا. قعدت تعجن في الفطير بقى، بس كان طعمه روعه. هنا بقى كنا بالليل، كنت بحاول ان انا اقعد على المرجحه يعني واصور، بس طبعا ما عرفتش عشان انا قصيره اكيد. فقمت بقى. المرجحه حلوه قوي، هي برضو من الحاجات اللي بحبها في الشقه، وبحب القعده ديت لما كمان يكون في روقان. دي ده وعمر نايمين وانا قاعده لوحدي بقى، بتبقى جميله. طبعا هما ايه الحاجات اللي على الرمل ديت، الكافيهات كانت موجوده في حاجات منها، وفي حاجات اتعملت جديد. هي كشكل بدايه شكل حلو، لان هم زودوا انوار وعملوا حاجات كده يعني، فحلوه. بس طبعا انا مستحيل ان انا اروح اي حاجه منهم. فبفضل قاعده اتفرج بقى. وفي الكافيه دوت بيجيبوا بالليل واحده بترقص، تنوره، حاجات كده يعني. فببقى اصلا قاعده في البيت شايفه وسامعه الاغاني، فما بنزلش بقى من البيت خالص لحد ما محمد يجي لي بقى ويبقى يخرجني. طبعا عاملين ملاهي، زودوا الملاهي كتير قوي على البحر السنه دي. هم ما عملوش حاجه جديده قوي غير البوابات ديت والانوار بتاعه الكافيهات والكافيهات اللي اتفتحت على البحر والملاهي، لكن بنسبه كبيره هي لسه زي ما هي. فعلا اتدمرت. لما كان ماسكها الجيش كانت روعه، احنا واخدينها من 2005، ما كانتش كده نهائي. بس ماما بتحب الشقه جدا جدا جدا، لان هي طبعا شايفه البحر كله زي ما انتم شايفين. ودايما لما اجي اتكلم تقول لي بطران لي القطران، يعني الشقه حلوه وموقعها حلو، شايفه البحر. المهم ده صديق ديدا وعمر، عمو عادل بتاع العجل، بيحبوا ينزلوا يركبوا عجل قوي 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 من عنده. هو احنا كنا كل الايام عايزين بس نركب عجل، يعني كأن هم ما عندهمش في مصر. طبعا زي ما انتم شايفين، حتى طبعا يعني انا ما كنتش مرتبه السرير قوي، انا لقيت الملايه عماله بتتحرك. الجو كان حلو قوي، يعني هو يوم واحد بس اللي الجو كان كاتمه، وبقيه الايام وبالاخص من امتى يعني. كان في يوم كده كان زي ما بيقولوا في نوه، فكان التلج، كان برد. طبعا النور قطع، انا بقيت عارفه المواعيد، بيقطع الساعه 3 الفجر، من 3 ل 4، ومن 7 المغرب ل 8 دوت يوميا. دوت طبعا من 3 ل 4 الفجر. كل الناس بقى تحسوا ان احنا في حفله، فاتحين الانوار بتاعه الموبايل. طبعا خطر جدا لان الناس كلها في الشارع، ورغم ذلك ان في بيتش باجي بيسوق والنور قاطع، يعني كارثه من كوارث الزمن. ده غير ان المفروض اصلا يخلوا اللي يسوق بيتش باجي يكون حد كبير، يعني دول اطفال هم اللي بيسوقوا. عمر وديده كان نفسهم ينزلوا يركبوا بيتش باجي، قلت لهم مستحيل، لما بابا يجي هو يبقى يركبكم البيتش باجي، وانا مش هينفع اركب لوحدي بيكم يعني، او انزل اصلا بيكم. هنا بقى دوت كان محمد جه.
هو جه يومين بالظبط، هو بس هما كانوا يعني احلى يومين لان خرجت في يوم. نزلنا، رحنا بقى عايزين نروح مكان مش عارفين نروح فين، وانا برضو ملياش في الفرهده، يعني هو بيحب يخرج وينزل وكده. يلا ننزل نروح القلعه نوريهم نعملهم. قلت له مش قادره ماليش في الجو ده خالص، بفرهد. فقال لي طب عايزه تروحي فين؟ قلت له خلاص تعالى نروح نقعد في اي كافيه من اللي على البحر اللي هم بيبقوا جوه البحر. فقال لي طيب ماشي. المهم نزلنا، طبعا مش عارفين حاجه معينه يعني. كان نفسي اركب الترمايه جدا بس ما كنتش عارفه هو بيتركب منين، وبس كان نفسي فعلا اركبه لان هو طبعا من المعالم بتاعت اسكندريه. التمشيه طبعا في اسكندريه، انا لما بروح اسكندريه دي حاجه والنخيل حاجه، يعني اسكندريه بحس ان انا خلاص وصلت كده اسكندريه. قلت له خلاص تعالى وريني الكافيه دوت. هو اسمه ويف، وهو تقريبا كذا كافيه جنب بعضه اسمه ويف، يعني زي كذا كافيه كده فاتح جنب بعضه بنفس الاسم. فاخترنا الكافيه اللي يكون فيه كيدز اريا علشان طبعا اقعد بروقان انا وهو وديدا وعمر يلعبوا في الكيدز اريا. كانت بكام؟ كانت الساعة ب50 جنيه، فطبعا حلوة جدا. يعني ديدا وعمر في الساعة هيدفعوا 100 جنيه، في الساعتين 200 جنيه، فهو ارحم من ان هم يقعدوا ويزنوا وكده. القعدة كانت ممتعة للغاية، وانا قاعدة كان الرذاذ بتاع الموج بيجي عليا، مع ان انا مش من هواة البحر، بخاف منه، بحس انه هو فعلا غدار. بس هو كان حلو قوي 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 قوي، كان المنظر حلو قوي. فعلا انا اتبسطت جدا. وكمان قعدت العب انا وهو طاوله، كسبت انا دور وهو دورين، وديدا وعمر بقى كانوا بيلعبوا، فكنت قاعده بروقان. طلبت اللي طلبته، قعدنا خلصنا قعدتنا، قعدنا نرغي بقى في اي حاجه. طبعا يعني في مصر او في القاهره بيبقى طحن هو في الشغل وانا في البيت، فهما اليومين دول يعني فعلا عملنا كل اللي انا عايزاه. ديت الكيدز اريا زي ما قلت لكم الساعه ب50 جنيه. الاسعار ما هياش غاليه، عادي اسعار كافيهات العاديه يعني. وبعدين مشينا، طبعا انا كنت شبعانه جدا، ما كنتش قادره اكل. هو كان عايز يروح الشيخ وفيق يجيب بقى رز بلبن، كسكسي، اي حاجه من الحاجات دي. بس انا هي مره واحده اكلت من الشيخ وفيق دوت، طبعا مشهور جدا في اسكندريه. ما كانش عاجبني قوي الكسكسي، فانا قعدت في العربيه ما نزلتش وما جبتش حاجه. هو اللي نزل ضرب رز بلبن هو وديدا وعمر، حتى ما صورتش. وبعدين هو المفروض ان كبده الفلاح الاول وبعدين الشيخ وفيق، بس طبعا انا اتلخبطت وبدلت. رحنا يعني اساسي كبده الفلاح علشان هي برضو اسم، لكن والله العظيم اسم على الفاضي. يعني هو اسم كانت حلوه بس هي عاديه، يعني انا ما بحسش ان فيها حاجه زياده، عاديه يعني كبده ما فيهاش اي حاجه. دوت كان يوم تاني. اليوم تقريبا قبل ما اسافر كان في نوة. انا كنت خايفه وانا نايمه من الهوا وسامعه صوت صفاره، والبحر كان نظيف جدا مش زي الايام اللي فاتت. طبعا لايف جارد منع ان الناس تنزل خالص، بس طبعا رغم ذلك ان هم كانوا بيتسللوا وينزلوا زي ما انتم شايفين كده على البحر، اول ما حد يلمحهم يقوموا طالعين على طول. فكان منظره غريب جدا فعلا، كاننا في الشتاء، معرفش ازاي يعني كان الجو كده. وبعدين ركبنا البيتش باجي اخيرا. اتفضلوا بقى. كمل على طول. طبعا عمر كان مبسوط جدا ان هو اللي بيسوق. انا كنت انا وهو وديدا ومحمد في البيتش باجي التاني، وديدا اللي بتسوق وعمر اللي بيسوق، فكان فرحان قوي. طبعا كنت خايفة جدا عشان هو اللي سايق والناس بس كان كله اندر كنترول.
وبس ده كان اليوم. واحنا راجعين القاهرة دخلنا واحد عمر، هما ديدا وعمر كانوا عايزين يروحوا يشوفوا الحيوانات اللي هناك. كان التيكت بتاع الدخول اللي هي حديقة الحيوان، اللي انا 20 محمد 20، كل طفل 10 يعني 60 جنيه، فحلوة. طبعا احنا كنا جعانين جدا فقلنا ندخل ناكل. هو اسعاره ديدا وعمر كانوا عايزين اصلا يقعدوا هنا برضو، بس انا طبعا مرضتش. اسعاره انا شايفه انها غاليه. الفطيره الواحده فطير مشلتت عادي ب 200 جنيه، فهي غاليه، بس انا كنت جعانه جدا انا وهم فاكلنا يعني. لكن في الطبيعي انا مش هروح اشتري لان غالي 200 جنيه ليه يعني. فكنا ومشينا، حتى انا صورت لكم الاسعار. هو حلو قوي، بس برضو مش ان انا ادفع 200 جنيه في فطيره يعني. وراحت ولا جت فطيره مشلتته. وصورت لكم الاسعار. في ناس كتيره جدا على النت بتعمل الفطير المشلتت اللي بالزبده او بالسمنه البلدي وبيبقى ارخص من كده. وخلصنا واحد عمر واحنا ماشيين لقينا مزارع دينا، قلت له تعالى ننزل ندخل اجيب لهم حليب بالشوكولاته بدل ما انا بجيبه من السوبر ماركت. دخلنا طبعا واحنا مزارع دينا قبل بوابه القاهره مش بكتير يعني. فروحنا طبعا كل واحد بيتجه للي هو عايزه. انا رحت ناحيه الحليب بقى والجبن وكده، وديدا وعمر راحوا ناحيه الحاجه حلوه. فدخلت علشان اجيب لهم الحليب بالشوكولاته، انا بجيبه اصلا من السوبر ماركت اللي هو بتاع مزارع دينا لما بلاقيه، فطبعا احلى. وحاجه طبعا مزارع دينا كلها اورجانيك. وجبت جبنه رومي هوريها لكم، مش هوريها لكم يعني هوريكم انا جبت ايه. جبت جبنه رومي بس وجبن يعني كلها جبن طبعا كلها اورجانيك. الجبنه الرومي ب 225 وهم جابوا بقى الحليب وانا جبت لهم حليب بالشوكولاته. وده كده كان الكام يوم اللي انا قضيتهم في اسكندريه بكل تفاصيله والحاجات اللي انا عملتها يعني. مفيش حاجه تانية. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع الف سلامه.